يا صباح الجمال او مساء الخير، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء السرور. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم وعيد سعيد. ولو لسه ما اشتريتيش هدوم للولاد، يلا الفيديو ده هشجعك وهوريكي حاجات جميلة جدا وبأرخص الاسعار علشان تنزلوا تشتروا وتفرحوا الولاد. طيب الفيديو ده تكملة لفيديو الوكالة اللي هينزل كمان شوية او نزل وتقدروا ترجعوا له. هسيب لكم اللينك في الوصف علشان تقدروا تشوفوا الفيديو كامل. هو كان مدته ساعة لكن قسمناه. طيب احنا هنا موجودين جنب شركة الكهرباء على طول او جنب مستشفى الجلاء. فالتيشيرتات دي كانت ب65 جنيه، والشباشب دي كان اي شبشب ب100. تمام. فعجبتني بصراحة، فقلت اخد لكم لفة كده او اصوره لكم. التيشيرتات اللي احنا شفناها دي كان ب65 جنيه، وسبت لكم مقطع منهم في الفيديو التاني تقدروا تبصوا عليهم. الشباشب دي كانت، بصوا شايفين، اي شبشب ب100. اي شبشب معايا سواء بقى بناتي او اولادي كان ب100 جنيه. الشنط دي برضو صورتها لكم علشان لو كنتوا نازلين الوكالة وما لحقتوش تجيبوا شنطة من البيت يعني، وجبتوا حاجات كتيرة، فبنصحكم يعني تجيبوا الشنطة الكبيرة دي كانت ب10 جنيه والصغيرة ب5. وعنده شنط كبيرة، فلو رايحين الوكالة ما تنسوش تاخدوا شنطة كبيرة من بيتكم وتحددوا انتوا هتجيبوا ايه، علشان السوق بيبقى زحمة جدا. الجولة بتاعتي كانت مبتدية الساعة 9 مساء، فعلشان كده هي جولة مسائية. فقلت لكم بقى ايه، لو حابين تنزلوا بالليل في رمضان بيبقى الجو رايق والاسعار كويسة وبتعرفوا تتمشوا كويس. لو هتنزلوا قبل الفطار او بالنهار فاتمشوا كتير لغاية لما تلاقوا الحاجات اللي تعجبكم. طبعا الوكالة نزلت الصيفي وفرشة الصيفي. وبقى النضارات ما اجملها. هنا عملت لكم زوم علشان لو حابين تجيبوا التيشيرتات الولاد يعني. ده جنب بتاع البناطيل اللي قلت لكم عليه. اللي حصل معايا الموقف اللي هو يعني مرضيش يبيع لي وكده، تقدروا ترجعوا الفيديو وتسمعوا القصة بتاعته. هنا البناطيل اللي هي دي كان اي بنطلون ب200 جنيه. ودي الشميزات بقى بتاعت العيد، ده كان ب350 جنيه. واللي جنبيه على طول الطويل ب400. واللي هقول لكم بقى الاسعار كل ما نيجي عند قطع علشان تشوفوا. ده الزيتي ده كان في منه الوان برضو وراه، والسعر كان ب300، ودي كانت ب400. دي طويله، في منها اللي هو الزيتي والفوشيا والاخضر. دي كانت كويسه جدا، كان مقاسها كبير. ودي كانت ب350 اللي هي الفوشيا دي، والمشجره دي برضو قال لي ب400 جنيه. فتمام. مكانه فين؟ مكانه جنب البريد على طول، في ظهر مستشفى الجلاء. تمام. ده شغل العيد، البلوزات اللي هي الصيفي. العيد جاي في الشتاء، فعلشان بقى لو ما جبتوش لبس العيد تقدروا تنزلوا، واللي جاب صيفي يلبس عليه جاكيت، واللي لسه ما جابش فتقدروا تكرروا. التيشيرتات دي كانت شبابي، والتيشيرت كان عامل 250 جنيه. وهنا ده كان بتاع البناطيل، لو تفتكروا اللي هو حصل مع الموقف اللي انا اشتريت منه البناطيل، وكان في زبونه واقفه وقلت له ما كنت ايستها راح نطش من ايدي الشنطه. فهسيب لكم الفيديو كامل تقدروا تسمعوا القصه. ده بتاع الكوتشيهات، واقف جنبه الكوتش اللي هو الصغير ده الاولادي، اي كوتش ب250 جنيه هنا. فبرضو حبيت اخد لكم لقطة صغيرة كده واوريكم لو عجبكم الكوتشيهات، او لو عايزة تشتري كوتشي اقتصادي بسعر رخيص فهتلاقوا الكوتشيهات دي اشكال والوان ب250 جنيه لو حابين تشتروا بقى منه. والكوتشي الكبير ده كان عامل 200 جنيه. فطبعا الخامة والكواليتي بتبقى على قد السعر، فهي بتبقى صراحة يعني هي على قد سعرها، فمش بتعيش كويس. دي حاجة ترجع لنا. ده كشك الصحافة اللي واقف عنده بتاع الكوتشيهات، وده شارع الجلاء، علامة مميزة لو عجبكم الكوتشيهات هنا وعايزين تشتروا للولاد. هنا الشباشب بقى الترندي علشان واحنا رايحين نصلي بقى العيد وعايزين نجيب شباشب للولاد او شباشب للبيت. كان اي شبشب برضو ب100، ده غير التاني. وحبيت برضو اخد لكم لفة. هنا البرفانات يا جماعة، والسبلاش ومزيلات العرق دي كانت ب230، وهو اسعاره متفاوتة. واقف جنب شركة الكهرباء على طول يعني، شفتوا شارع الجلاء ده هتلاقوا ده واقف في وشه. فعنده بقى جميع انواع الروايح، على فكرة دي كوبي يعني، فاكيد احنا عارفين. فاسعاره كويسة. حبيت برضو اصور لكم لو هتنفعوه او تشتروا منه. شايفين البناطيل الجينز دي، اي بنطلون جينز كان عامل 250 جنيه، وفي كمان ب300. فلو لسه ما جبتوش يا بنانيت وعايزين تشتروا بناطيل جينز باسعار كويسة، فهنا جنب شركة الكهرباء اهو، شايفين ده ب300 جنيه. كل البناطيل دي بقى اشكال والوان، كبير وصغير، وسواء سادة او جينز هتلاقيه ب300 جنيه.
قدام شويه صورت معاكم كان السعر عامل 250 جنيه اهو، علامه مميزه دي شركه الكهرباء علشان ما تتوهوش وما تحتروش لو عايزين تجيبوا من عنده. طبعا كان في الوان زي البيج والابيض والاسود، وكان في الجنزيهات بقى اللي هي الترند دي اللي هي ام جيوب، فكل ده ب 300 جنيه. التيشيرتات بقى القمر دي اللي بصراحه خطفتني، شايفين المحجر واللي هو الساده. المحجر ده كان ب 150، اسعاره كويسه، الخامه كويسه. هو هتلاقوه جنب بتاع البناطيل على طول. كل الجولة بتاعتنا مبتدية من جنب شركة الكهرباء على طول، فكل البياعين دول هتلاقوها. السادة ده كان عامل 130، واللي هو المحجر كان عامل 150 جنيه، والمقاسات بتبتدي من لارج لحد 2 اكس لارج. فطبعا هتلاقوا مقاسكم هنا. البناطيل دي كان ب65 جنيه اللي هي البرمودا، والتيشيرت برضو كان ب65 جنيه، ودي كانت للاطفال. وهنا بتاع الشرابات ده احنا اشترينا من عنده اي 3 شرابات ب20، فحبيت برضو يعني اشارككم معاكم، فعلشان لو رحتوا يا ريت تنفعوه. احنا اشترينا من عنده اطفالي واولادي وحريمي وبناتي، وعنده شرابات كتيره قوي جدا زي ما انتم شايفين كده. لما بيقابلني بياع ذوق وحلو وكويس فبقول لكم نفعوه، علشان فعلا هو بيبقى مستاهل ان احنا ننفعه. هنا دخلنا على ابو عفوا الغول. فالغول بقى نزل صيفي، وكنت عايزه اقول لكم ان هو فرش صيفي. اي سعر قطعه عنده 100 جنيه. طبعا بعد العيد هتبقى اي حاجه عنده ب75 جنيه، اي حاجه في المحل. عنده طبعا دريسات، وعنده شيميزات، وعنده قمصان، وعنده كل الماركات اللي انتوا عايزينها، سواء زارا، H&M، بريشكا، كل الماركات هتلاقوها عند الغول، وسعر موحد 100 جنيه. وبعد العيد هنلاقي السعر 75 جنيه. وعايزه اقول لكم ان هو في الصيف بيبيع باسعار كويسه. طيب الوكاله عايزه يا جماعه اللي احنا نلف كويس، نقلب بقى في الاستندات عشان نطلع بحاجات حلوه. انا اشتريت من عنده البلوزه الزهر دي اللي هي لما نجيلها هوريها لكم. شايفين القطعه السودا دي برضو كانت حلوه جدا جدا. بصراحه اللبس حلو قوي، بس عاوز اللي يقلب يعني، علشان لو تلاقي لي حد في الكومنت كده قال لي احنا بنروح الوكاله ما نلاقيش حاجه عجبتنا، فحضرتك ما بتبقيش عارفه تلفي. هي الزهر دي كانت ب100 جنيه، ودي كانت على فكره بريشكا، فكانت ماركه كويسه، والخامه كمان كويسه، هي شفون كده، وكانت حلوه جدا. شايفين دي كلها دي فساتين. حاولت اجيب لكم بقى على قد ما اقدر، ما قدرتش. كان في اورانج وكل الالوان، ونبيتي ومشجر وساده، كل ده اي قطعه عنده في المحل ب100 جنيه. وكمان عندهم حبه سواريه. ما صورتش على يعني كتير، فصورت الاستندات كده على قد ما اقدر. شايفين الشغل كتير جدا متكبس، وطبعا كان الساعه بقت 11 فعايزين نلحق السحور، فحاولت اخد لكم لفه بالكاميرا كده علشان اقول لكم ان عندهم حاجات حلوه. كمان هينزلوا عبايات، وعندهم كمان استند بناطيل اهو، البناطيل المشجره والبناطيل الساده، والبناطيل الحلوه اللي هي الصيفي دي اللي احنا بنحب نتحرك فيها. دي كان ب150 جنيه اي بنطلون. وكمان بتاع الكوتشيهات اللي جنبيه على طول كان عنده حبه كوتشيهات بصراحه لقط. الاسعار هتقولوا لي، هقول لكم كان الاسعار عنده من 500 لغايه 800. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم. هو لسه مكمله معاكم. هنا البناطيل اللي هي المشجره دي، وعايزه اقول لكم ان الخامه كانت حلوه والمقاسات تلبس، والسعر كمان كويس. اي بنطلون 150 جنيه سواء ساده مشجر مقلم، 150 جنيه على الستاند. كل ما هتقلبي كل ما هتطلعي بحاجات جميله جدا. شايفين البنطلون الاصفر ده كان ترندي، فطبعا البناطيل دي بتبقى حلوه جدا بقى في لبس الصيف او خروجات الصيف، بتبقى جميله. شايفين ده مقلم او مشجر او منقط، فده كان حلو قوي. الخامه بتاعتهم بتبقى اللي هي فسكوز، بس فسكوز معالج يعني، فما بيتكشش، ما تقلقوش. كان في كمان ساده، السعر كان كويس ان احنا نجيب البناطيل دي اهو ب150 جنيه اي بنطلون. دي الكوتشيهات اللي لسه حكي لكم عليها من شويه، ده كان ب650 جنيه. ايوه الاسعار حلوه جدا. الكوتشيهات خفيفه اللي هو نقدر نلبسها ونتحرك فيها. هنا بصوا هو ما بيشتغلش غير في نايك واديداس بس، الماركتين دول. شايفين ده برضو ب650 جنيه. كان عاجبني اللي هو الابيض اللي جنبيه، هنا كنت بسأله فقال لي 650 جنيه اي كوتشي من هنا، لكن الجنب التاني ده كان مسعره ب450 جنيه. فالكوتشيات عنده كانت بتوصل لحد 800 و1200 جنيه. ده كان جنب الغول على طول، علشان ما تتوهوش وما تحتروش. لو هتشتروا من عنده خدوا سكرين، ومكانه عند الغول، محلات الغول في شارع قهوة الشجرة، علشان ما تتوهوش. اقرب محطة مترو هي جمال عبد الناصر، وهنتمشى شوية صغيرين او مزبيرو.
اي محطة من الاتنين هتوصلك للوكالة وهتوصلك هنا. شايفين الكوتشيهات هي تعتبر برندات او هاي كوبي بس حلوة كخامة. النعل كويس يستحمل، خفيف على الرجل، تقدري حضرتك تجري بيه وتمشي بيه وتروحي مشاويرك مش هتحسي. هنا كان الجنب ده كان ب 450 جنيه اللي هو اول ستاند ده، لكن برضو ده كان اسعاره من 650 ل 850 جنيه. فكان عنده حاجات حلوة جدا، المقاسات لحد 41. فما كانش عنده اطفالي، انا كان نفسي الاقي اطفالي ما كانش عنده. كان عنده بقى اولادي وشبابي، وتنفع لينا بقى احنا كحريم او بنات يعني. فحلو بصراحة، الكوتشيهات حلوة تستحمل. هنا دخلنا على قسم الشباب، وهقفل معاكم الجولة هنا يعني هنكملها عفوا في الفيديو اللي جاي. تمام. التيشيرتات شايفين يا شباب ب 375 وب 250 350 و 175. طبعا التيشيرتات هنا متسعرة. وهنا احنا فين؟ هنا عندي ميمو او عقر، هما محلين جنب بعض بس تبع بعض، عندهم شراويل وتيشيرتات وبناطيل. وعايزه اقول لكم ان عندهم من السعر من الرخيص للغالي. شايفين ابو 250 جنيه ده كان تيشيرت عامل زي بروفال كده، فانا كنت بضحك يعني اقول له ده ولا نفع تيشيرت ولا نفع بروفال. ده ب 175. ده خامة كويسة. واللي فوق ده برضو. فلو وصلتوا لغاية هنا لايك واشتراك وكومنت، والقاكم على خير. هكمل معاكم بقية الجولة عند عقر في فيديو تاني، وهوريكم الشراويل والتيشيرتات، وهوريكم احنا شفنا ايه، علشان يا شباب لو ما جبتوش لبس العيد تلحقوا تجيبوا بالاسعار الحلوة دي. 165 و 175. والشراويل دي ده كان 250 جنيه، وحقيقي ده كان يستاهل. السعر كويس والخامة كمان كويسة على السعر ده. كل الشراويل دي ب 200 و 250. وهنلاقي كمان قدام كده ده كان ب 300، والمحجر اللي جنبيه ب 300، وتقدروا تطقموا. بصوا البناطيل المحجره دي طالعه موضه السنه دي، فطبعا هتلاقوا الولاد كلهم لابسينها ب 350 جنيه عفوا لو قلت ب 300 من شويه. وده كمان كان ب 350 وممنوع الفصال علشان نبقى عارفين. واللبس الشبابي هناك كان حكايه، وفي منه الجديد وهستنى